السلام عليكم أعزائي طلاب الشهادة الإعدادية، معكم مستر رفعت علي مدرس الدراسات الاجتماعية. زي ما قلتلكم النهاردة هتبقى حصة حل أسئلة. النهاردة هشتغل من كتاب الامتحان. من كتاب إيه؟ الامتحان. قبل بس ما نبدأ الحصة عايزين نقول الدعاء ورا بعض: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طبعا في حاجة بس بسيطة عايز أقولها: باين على صوتي اللي أنا تعبان، باين على صوتي اللي أنا تعبان والله غصب عني، بس أنا والله قلت لازم أصور الحصة ده علشان تبقى تدريب على اللي أنا شرحته. اهم حاجه عايزكم تركزوا معايا. طبعا تقولنا يا مستر اول سؤال معانا هو سؤال الخريطه، بس انا عايز اخلي سؤال الخريطه ده في حصه لوحده، عشان عايز اشرح الخريطه من الاول، عشان في حاجات جديده عايز اضيفها على الخريطه. فبعد اذنك انا عايزك تركز معايا. سؤال الخريطه ده سؤال لوحده، سؤال الخريطه سؤال ايه لوحده، فهيبقى ليه حلقه كده لوحده، هتبقى عباره عن تلت ساعه ربع ساعه هنلخص فيها كل الخرائط. ركز بقى معايا. اول سؤال بيقول لك اختار الاجابه الصحيحه مما بين القوسين. بسم الله. بيقول لك تعد قارة نقط أكبر قارات العالم من حيث المساحة. أكبر قارات العالم من حيث إيه يا رجالة؟ من حيث المساحة. من حيث المساحة. فاكرين قلنا إيه أكبر قارة؟ هي قارة إيه؟ آسيا. قارة آسيا. قارة آسيا. نخش على السؤال التاني. يعتبر المحيط أكبر محيطات العالم مساحة. طب أنت فاكر المحيطات اللي أنا قلت لك أكبر محيط كان إيه؟ ايه يلا: محيط هادي، محيط هادي، محيط هادي أطلنطي هندي، محيط القارة القطبية الجنوبية الجنوبية، القارة القطبية الشمالية. يبقى يعتبر المحيط الهادي، يعتبر المحيط الهادي أكبر المحيطات العالم مساحة. أي من القارات الآتية تعد أحدى قارات العالم الجديد؟ قارات العالم إيه؟ أحدد لك أهو، أنا عايزك تقرا السؤال للآخر. السؤال ده يعلمك إزاي تقرا السؤال للآخر. ايه هي قارات العالم القديمة وايه هي قارات العالم الحديثة؟ قارات العالم القديمة: آسيا، أفريقيا، أوروبا. قارات العالم الحديثة ايه؟ أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية، أستراليا، القارة القطبية الجنوبية. تبقى دلوقتي آسيا، آسيا غلط، أفريقيا، أفريقيا غلط، أوروبا لأ، دول قارات عالم قديمة، مفيش غير أستراليا. نخش على السؤال اللي بعده. يفصل قارة آسيا عن قارة أفريقيا. قارة ايه يا مستر؟ آسيا عن أفريقيا. يفصل قارة آسيا عن قارة أفريقيا. فاكرين قلت إيه؟ البحر المتوسط؟ لأ. البحر المتوسط يفصل من قارة أوروبا وقارة أفريقيا. طب البحر الكاريبي؟ لأ، البحر الكاريبي غلط. فاكرين البحر الكاريبي فين؟ قلت فين؟ ها؟ شمال أمريكا الجنوبية وجنوب أمريكا الشمالية. يبقى غلط. والبحر الأسود لسه ما خدناهوش، يبقى البحر الأحمر. طب مستر هو دلوقتي ما قال لي هنا يفصل، قال لك ايه يفصل؟ طب بص على اول السؤال بعد اذنك. طب لو قال لي يتصل عند شبه جزيرة سيناء، طب تقترب عند مضيق باب المندب. بقولك تقع قارة آسيا شمال المحيط ايه؟ مستر بعد اذنك بقى، بعد اذنك، بعد اذنك، انا عايزك تركز، انا عايزك تركز. السؤال ده مفيش اي حاجة صعبة. السؤال ده فيه لعبة وفيه تكة صغيرة محتاجة واحد عايز يقرا. تقع قارة آسيا، قارة إيه يا مستر؟ آسيا شمال المحيط نهو. شمال أنهي محيط؟ شمال ايه بالنسبة لقارة آسيا؟ هتبقى شمال أنهي محيط؟ محيط هادي؟ لا طبعا ما ينفعش محيط هادي. طب محيط أطلنطي؟ لا طبعا ما ينفعش محيط أطلنطي. محيط القطب الشمالي؟ لا. لا غلط، يبقى المحيط الهندي. المحيط يا رجالة الهندي. تقع تقع قارة آسيا شمال المحيط ايه؟ شمال أنهي محيط؟ دلوقتي أنا أسألك سؤال وسؤال مهم. فاكر لما قلت لك الاتجاهات؟ قلت لك إن قارة آسيا، قارة آسيا يحدها تلات اتجاهات محيطات، فاكر؟ وبحار ايه هما؟ شمال محيط قطب شمالي، جنوب محيط هندي. طب على ايد اليمين اللي هي الشرق محيط هادي، طب على ايد الشمال اللي هي الغرب البحر الاحمر. يبقى الاربع الاتجاهات كلهم بحر وميه. يبقى تقع قارة آسيا شمال أنهي محيط؟ الهندي. الهندي. اوعى تتلخبط وتقول المحيط القطب الشمالي. ده بيقول لك قارة آسيا، عايز قارة آسيا تقع شمال أنهي محيط. يعني اهو ركز معايا، قارة آسيا اهي، والمحيط الهندي تحت هنا اهو. يبقى المحيط الهندي شماله قارة آسيا. المحيط الهندي اهو شماله قارة آسيا. مفيش أي حاجة صعبة. نخش على السؤال اللي بعده. أكبر البحار المغلقة في العالم. مستر انا قلت لك هو بحر مغلق داخلي موجود في قارة. طب مستر بعد اذنك احنا قبل ما نعرف البحر عايزين نعرف في انهي قارة. فاكر في انهي قارة؟ هه
قارة آسيا. يبقى البحر الأحمر في قارة آسيا لأ، البحر المتوسط في آسيا لأ، البحر الأسود لأ، يبقى بحر قزوين. لو انت مش عارف اعملها بالاستبعاد. بيقول لك تتميز قارة آسيا بكثرة الجزر القريبة من سواحلها، مثل ايه؟ معلش يا مستر، عايز اقرا السؤال مرة تانية، ركز معايا. بيقول لك تتميز اقرا كويس. تتميز قارة آسيا بكثرة الجزر القريبة من سواحلها، مثل جزر ايه؟ احنا قلنا في 3 جزر مهمين جدا: اليابان، فلبين، اندونيسيا. بعد اذنك انا عايزك دلوقتي تركز معايا، عايزك تركز. طب مستر بعد اذنك، هي جزر نيوزيلندا انت قلت لي قاره مختلفه عن قاره اسيا، طب ممكن بقى انت تقول لي انهي قاره؟ جدع، قاره استراليا. جزر نيوزيلندا عند قاره استراليا. يبقى مفيش غير جزر الفلبين، وممكن يجيب لك جزر اليابان. نخش على السؤال اللي بعده. تمتلك قارة أفريقيا السيطرة الكاملة على مضيق، أنا لسه ما شرحتش ده بس هي هتبقى مضيق موزمبيق. موزمبيق. مضيق يا رجالة، موزمبيق. ممكن نراجع بقى السؤال ده تاني معلش، ونراجع عليه فوق كمان. قارة أفريقيا يا رجالة في مضيق موزمبيق. شفت شرق القارة؟ معلش ثانية واحدة. شرق القارة فين أهو؟ هتقوم راح نازل جنوب شرقي، هتلاقي أهو مضيق موزمبيق. مضيق موزمبيق. يبقى نرجع تاني للسؤال بتاعنا، نكمل السؤال بتاعنا. بقول لك تمتلك قارة أفريقيا السيطرة الكاملة على مضيق باب المندب، غلط. بقول لك ملتقى قارات العالم القديم، يعني قارات العالم القديم يعني بيلتقوا فين مع بعض؟ بيلتقوا فين مع بعض؟ ملتقى اهي. ملتقى بيتلاقوا فين مع بعض يا مستر؟ محيط هندي لأ، محيط هندي بعيد عن أوروبا. طب محيط أطلنطي؟ لأ، المحيط الأطلنطي بعيد عن آسيا. البحر الأحمر؟ لأ، ما ينفعش البحر الأحمر. البحر الأحمر هيجي جنب أوروبا ازاي؟ يبقى البحر المتوسط بالاستبعاد. بيقولك يقع أكبر المسطحات المائية مساحة بالنسبة لقارة أمريكا الجنوبية. بالنسبة لقارة أمريكا الجنوبية في أنهي ناحية؟ طب نحل السؤال واحدة واحدة. أكبر المسطحات المائية مساحة، طب إيه هو؟ المحيط إيه؟ الهادي. المحيط الهادي على أنهي ناحية من نواحي أمريكا الجنوبية؟ على إيدك اليمين ولا إيدك الشمال؟ لا يا مستر، على إيد الشمال، ناحية الغرب، بقى الناحية أو الجهة الغربية. تطل السواحل الشرقية لقارة آسيا على نفس المسطح المائي الذي تطل عليه السواحل الغربية لقارة. نحل السؤال واحدة واحدة. تطل السواحل الشرقية يعني ناحية الشرق لقارة آسيا على نفس المسطح المائي الذي تطل على السواحل الغربية لقارة ايه؟ طب ايه المسطح المائي ده يا مستر الأول؟ طب دلوقتي ادي قارة آسيا معايا اهي، لو هنرسم كده بيقول لك في أنهي ناحية؟ شمال غرب اهي. تطل السواحل الشرقية لقارة آسيا. السواحل الشرقية تبقى على ايدك على ايدك اليمين. الشرق تبقى إيه هو؟ الهادي، المحيط الهادي. لقار الذي تطل عليه السواحل الغربية لبعض القارات. طب ايه هو بقى القارة دي يا رجالة؟ قارة أمريكا. أمريكا الشمالية. قارة أمريكا الشمالية. قارة أمريكا إيه؟ الشمالية. طب مستر هي قارة أمريكا الشمالية مش موجودة معايا. طب مش قلتلك بره إن قارة أمريكا الجنوبية شرقها وغربها زي زي شرق وغرب قارة أمريكا الشمالية، الاتنين زي بعض. يبقى قارة أمريكا الجنوبية. أي من القارات الآتية يحيط بها محيط واحد من جميع الاتجاهات؟ قارة آسيا خطأ. قارة آسيا خطأ. طب قارة استراليا وقارة أوروبا وقارة أنتاركتيكا. ركزوا معايا بقى في السؤال ده عشان مهم جدا، وأنا أعلم عليه برضه هو كمان. السؤال ده مهم جدا. المندب ده يا رجالة في آسيا. غلط غلط غلط. 3 دول غلط، مفيش غير موزمبيق. نخش على السؤال اللي بعده. معلش بس انا كنت بتنفس شوية علشان والله العظيم انا غصب عني، انا عندي دور برد يعني اصلا مش قادر اتكلم. بيقولك يحد قارة اوروبا من الشمال.
اقرا بقى السؤال هنا كويس. شوف الفرق بين السؤال رقم 5 والسؤال رقم 9. السؤال رقم 5 بيقولك تقع قارة آسيا شمال أنهي محيط؟ يعني عايز المحيط يكون تحت وقارته ايه فوق. لكن بيقولك يحد قارة أوروبا من الشمال، يعني ايه اللي قارة أوروبا أنهي محيط بيبقى شمالها فوقها؟ مفيش غير المحيط القطبي الشمالي، محيط القطبي الشمالي. السؤال رقم 10 بيقولك أي من الجزر التالية ساهمت في زيادة الامتداد الفلكي لقارة أوروبا؟ ركز معايا بقى في السؤال ده عشان السؤال ده مهم جدا جدا، وعلم عليه علامة صح كده اهو اهو، عشان السؤال ده مهم جدا. بصوا يا رجالة، السؤال ده عشان يتحل لازم نرجع للخريطة. دي قارة أوروبا، فين الجزر البريطانية اهي، ثواني معلش، جزر البريطانية اهي، وجزر جزيرة ايسلندا اهي. جزر البريطانية فعلا لها امتداد فلكي ناحية الغرب، ناحية يا رجالة الغرب. الغرب معلش ثانية واحدة، ناحية الغرب. فلما يجي يقولك في الامتحان أنهي جزر في أوروبا لها امتداد فلكي، هتبقى الجزر البريطانية، الجزر البريطانية. تمام كده، نخش على السؤال اللي بعده. مستر، واحنا بنشرح القارة القطبية الجنوبية حضرتك قلت لي معلومة مهمة جدا، اللي يحيط المحيط القطب الشمالي بجميع أنواعه، من جميع نواحي القارة. معلش لسه مش قادر أتكلم قسما بالله والله غصب عني، يعني انتم ملاحظين صوتي. في جميع أنحاء القارة، في جميع أنحاء القارة يحيط بها محيط القطبي الجنوبي. تبقى أنهي قارة؟ القارة القطبية الجنوبية، أنتاركتيكا. نخش على السؤال اللي بعده، بس ركز معايا بس بالله عليك، أنا عايزك تركز معايا. بيقول لك أكثر القارات التي تمر بأراضيها دوائر عرض رئيسية هي قارة إيه؟ أنا عايزك بقى تركز معايا في السؤال ده، عشان ده يعني الموقع الفلكي والموقع الجغرافي مهم جدا أهو، والسؤال ده برضه هنعلم عليه، ما احنا كده في التلات أسئلة علمنا عليهم. ركز معايا، بيقول لك هنا معانا أفريقيا وأمريكا الشمالية. غلط. طب ليه يا مستر؟ عشان أمريكا الشمالية مش بيمر فيها غير حوالي دائرة أو دائرتين عرض بس، تبقى أول واحدة غلط. طب مستر أوروبا وأمريكا الجنوبية برضو غلط. طب أستراليا وآسيا لأ برضو غلط. طب ليه يا مستر؟ هقولك ليه. أفريقيا وآسيا، أفريقيا وآسيا يمر بهم تلات دوائر عرض رئيسية. إيه هما؟ أو أكتر طبعا، خط الاستواء أو دايرة الاستواء، ومدار الجدي، ومدار السرطان. تمام. تمام، يبقى تاني تبقى ايه هي؟ افريقيا واسيا، وطبعا كل ده هنشرحه مع الخريطة. تمر الدائرة القطبية الشمالية بكل من اسيا وامريكا الشمالية. يبقى تاني تمر الدائرة القطبية الشمالية بكل من اسيا وامريكا الشمالية. وايه تاني؟ طب مستر بعد اذنك انا اسال حضرتك سؤال. دلوقتي بيقول لي تمر الدائرة القطبية الشمالية بكل من اسيا وامريكا الشمالية. طب الدائرة القطبية الشمالية دي فوق ولا تحت؟ لا فوق، في شمال الكرة الأرضية، يبقى عايزين كل القارات اللي فوق. عندك آسيا وعندك أوروبا. ينفع أستراليا؟ لا غلط. ينفع القارة القطبية الجنوبية؟ لا غلط. ينفع أمريكا الجنوبية؟ لا غلط، عشان كل دول تحت، كل دول في الجنوب. وأولا أوروبا هي الوحيدة اللي في الشمال، هي اللي في الشمال. بيقولك من قارات العالم القديم وتقع بأكملها في نصف الكرة الأرضية شمالي القارة. ركز تاني، ركز معايا. من قارات العالم القديم، يعني هي قارة من قارات العالم القديم، يبقى نستبعد أمريكا الشمالية. تمام أهو، ويبقى لسه آسيا وأفريقيا وأوروبا. وتقع بأكملها في نصف الكرة الأرض الشمالي للقارة. أفريقيا ما تنفعش. أفريقيا إيه يا مستر؟ ما تنفعش. وآسيا ما تنفعش. مفيش غير أوروبا. أوروبا كلها فوق في الناحية الشمالية. شفت البحر المتوسط؟ فوق البحر المتوسط على طول، فوق البحر المتوسط على طول. القارة المؤهلة بالسكان وتقع بأكملها في نصف الكرة الأرضية الجنوبي. يبقى عايزين قارة في النصف الجنوبي، يبقى هنستبعد قارة أوروبا وقارة آسيا وقارة أمريكا الشمالية. دلوقتي أفريقيا لا ما تنفعش أفريقيا. القارة القطبية الجنوبية بيقولك القارة المؤهلة بالسكان وتقع بأكملها، يبقى القارة القطبية الجنوبية غلط. القارة القطبية الجنوبية غلط.
مفيش غير قارة أمريكا الجنوبية. قارة أمريكا الجنوبية هي دلوقتي أمريكا الجنوبية وأستراليا في النصف الجنوبي. طب اشمعنى اخترنا أمريكا الجنوبية؟ هقولك ليه. عشان قارة أستراليا أصلا، قارة أستراليا يا رجالة يعتبر جزيرة أو شبه جزيرة، عشان كلها جزر كلها مية. لكن قارة أمريكا الجنوبية فيها دول كبيرة زي البرازيل زي الأرجنتين. يبقى ايه بقى اللي أكتر في السكان، أمريكا الجنوبية ولا أستراليا؟ لأ طبعا أمريكا الجنوبية. نخش على السؤال التاني. نخش على السؤال التاني. اكتب علامة صح أو خطأ مع التصويب. ركز مع التصويب. تحاط قارة آسيا بالمحيطات من 3 جهات عدا الجهة الشمالية. لا غلط. طب ليه يا مستر غلط؟ قولي ليه. راجع معايا. قارة آسيا شمال محيط قطب شمالي، شرق محيط هادي. طب مستر غرب قارة أوروبا. طب ونوع بقى تحت في الجنوب محيط أطلنطي، تبقى ما عدا الجهة الغربية. معلش يا رجالة ثانية واحدة. بسم الله. عدا الجهة الغربية. يوجد بقارة آسيا أكبر بحر مغلق في العالم. طب حد يعرف اسمه ايه؟ هو الإجابة صح. اسمه ايه؟ بحر قزوين. يحد قارة أفريقيا من الغرب. قارة أفريقيا يا مستر من الغرب على إيد الشمال المحيط الهندي. غلط. محيط جدع أطلنطي. محيط أطلنطي. إجابة خطأ. تقترب قارة أفريقيا من قارة أوروبا عند مضيق هرمز. غلط. مضيق باب المندب. دي غلط. هرمز غلط، باب المندب. طب تتصل عند شبه جزيرة سيناء. طب تفصل آسيا عن أوروبا. البحر الأحمر. تقع قارة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية إلى الغرب من المحيط الهادي. الغرب محيط هادي ولا أطلنطي يا رجالة؟ على إيد الشمال يبقى محيط هادي صح. يفصل قارة استراليا عن جزر اندونيسيا. يفصل قارة استراليا عن جزر اندونيسيا في الشمال بحر اورال. لا غلط. بحر هرافورا. تتبع جزر نيوزيلندا وتاسمانيا قارة استراليا. صح ولا غلط؟ صح. نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لي تعتبر روسيا من الدول التي لها مصالح في القارة القطبية الجنوبية. مستر بعد إذن حضرتك احنا قلنا آخر مرة ايه؟ احنا قلنا آخر مرة ايه؟ ركز معايا كده. احنا آخر مرة قلنا يا رجالة تعتبر روسيا والولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا دي ليها مصالح في القارة القطبية الجنوبية. تبقى الإجابة صح. يمر مدار الجدي بقارات استراليا وافريقيا وامريكا الجنوبية. مصر. طب استراليا صح. طب وافريقيا لسه هنشوف. طب وامريكا الجنوبية صح برضو. يبقى ما عادش فيه غير افريقيا هي اللي ملخبطه لنا الدنيا. ركز معايا بعد اذنك. دلوقتي قارة افريقيا هي اللي عامله لنا المشكلة. طب دلوقتي شمالها مدار ايه يا مستر؟ مدار سرطان. خلينا متفقين ان دلوقتي اي شمال لاي قارة مدار السرطان، مش شمال كل القارات طبعا. مدار الجدي في امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية. مدار السرطان في قارة افريقيا. افريقيا مدار السرطان عشان في النص. وعلمك طريقة واحنا بنشرح الخريطة. يبقى دلوقتي فوق مدار السرطان، في النص دايرة الاستواء، وتحت مدار الجدي. يبقى صح. يبقى أفريقيا طلعت معاهم صح. اكتب ما تشير إليه العبارة. موقع المكان سواء كان قارة أو دولة. قارة أو دولة أو أو غيرها بالنسبة للأماكن الأخرى. قارة أو دولة يعني يابس. يبقى موقع جغرافي. الدولة التي تتكون من جزيرة أو أكثر أو تكون جزءا من جزيرة دولة جزرية.
يقع معظمها في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وتبدو في شكل أقرب من المثلث. فاكرين لما رسمتها لكم على السبورة؟ قارة قطبية، قارة أمريكا الجنوبية. قارة تتكون من عدة جزر يحدها المحيط الهادي شرقا والمحيط الهندي غربا وجنوبا. قلت له القارة الوحيدة اللي جنوبها زي شرقها قارة استراليا، جنوبها زي غربها، معلش، جنوبها زي غربها قارة استراليا. قارة تقع بنصف الكرة الأرضية الغربي والشرقي حول القطب الجنوبي. مفيش غير القارة اللي بتقع حول القطب الجنوبي كلها القارة القطبية الجنوبية. دلوقتي السؤال اللي بعده، ما النتائج المترتبة على؟ أول سؤال، كثرة الجزر وتعرج السواحل بسبب أو أدى إلى ذلك إنشاء موانئ طبيعية، وده في قارة أوروبا. هيجي السؤال يقول لك بما تفسر إنشاء الموانئ الطبيعية، هتقول له بسبب كثرة الجزر وتعرج السواحل. طب ما النتائج مترتبة على كثرة الجزر وتعرج السواحل أدى ذلك إلى إنشاء موانئ طبيعية. امتداد القارة القطبية الجنوبية، ده السؤال التاني. أقصى جنوب الكرة الأرضية اللي ترتب على ذلك أصبح غير مؤهلة للسكان، وأصبحت مركزا للبحوث العلمية لأكبر الدول زي روسيا، أمريكا، الولايات المتحدة، اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا وفرنسا. السؤال اللي بعده، حدد وجه الشبه بين قارة أمريكا الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية من حيث الموقع الجغرافي. دلوقتي أنا قلت لكم حاجة مهمة، فاكرين واحنا بنشرح طرح منكم كده ورسمة على السبورة، وقلت لكم إن أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية هما اللي بس اللي كده، هنا محيط أطلنطي، هناك محيط هادي، هنا محيط هادي، هما الاتنين شرقهم زي غربهم، شرقهم زي غربهم. السؤال اللي بعده، قارة أفريقيا وقارة آسيا من حيث الموقع الجغرافي. السؤال ده بقى فيه تكة، فيه تكة ازاي يا مستر؟ ركز معايا. دلوقتي يا رجالة، قارة أفريقيا وقارة آسيا طبعا ما ينفعش تقولي زي قارة أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية اللي ده يحطها من هنا ويحطها من هنا، لأ. هو قارة أفريقيا يحدها كام جهة، كام جهة يحط بها مية، كام جهة يحط بها ايه؟ مية ازاي مثلا؟ مش فاهم اللي انت بتقوله، هقولك ازاي. قارة آسيا شمالها محيط قطب شمالي، شرقها محيط هادي، غربها البحر الأحمر. وقارة أوروبا جنوبها محيط هندي. يبقى في تلات اتجاهات يحط بها محيطات. وكذلك قارة أفريقيا. طب ازاي يا مستر؟ مش محيطات، شمالها بحر أحمر، غربها شمالها بحر متوسط، غربها بحر أحمر. طب يا مستر معلش أنا آسف والله ما خدت بالي، شمالها بحر متوسط، شرقها بحر أحمر، غربها محيط أطلنطي. يبقى تاني، أفريقيا شمالها بحر متوسط، شرقها بحر أحمر، غربها محيط أطلنطي. يبقى التلاتة عشان المية يحيط بهم ثلاث اتجاهات مياه، يحيط بهم المياه من ثلاث جهات. مفيش أي حاجة صعبة، معلش. أتمنى تكونوا استفدتوا من اللي أنا شرحته النهاردة، والله العظيم أنا مش قادر أشرح أكتر من كده، والله العظيم مش قادر أشرح أكتر من كده. فبعد إذنكم اعذروني ده أنا تعبان، وإن شاء الله هيبقى في حصة تاريخ المرة الجاية هيبقى في حصة تاريخ. اعذروني لو انا اتلخبطت في الكلام، قسما بالله انا تعبان وصوتي واضح. لو انتوا عايزين حتى اصور لكم فيديو اللي انا تعبان اصور لكم عادي، بس انا والله العظيم غصب عني انا بتكلم اصلا، والله العظيم وصوتي يعتبر رايح، فغصب عني والله العظيم ان انا اصلا طالع بتكلم وطلعت بشرح. يعني انا بشرح والله دي استفادة ليكم. انا قلت لكم قبل كده في الحصة اللي فاتت اتعب انا وارتاحوا انتوا، اتعب انا وارتاحوا انتوا. احنا الحمد لله خلصنا آه، حل الدرس الاول. في حاجات تانية انتوا عايزكوا تحلوها انتوا بايديكم زي الامتحان التراكمي واسئلة المتميز، فبعد اذن حضرتك انا والله العظيم مش قاصد ان انا اسيبها، انا بس غصب عني والله تعبان. فبعد اذن حضرتك انا عايزك تحلها، ولا في اي حاجة وقفت في ايدك ابعتها حطها في تعليق كده وانا هشرحها لك.
وهنا وصلنا نهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان نوصل الفيديو لأكبر عدد من اللايكات ومن المشتركين. سلام. معلش نسيت في حاجة، ان شاء الله مش هيكون اخر فيديو، ان شاء الله مش هيكون اخر فيديو. وزي ما قلت لكم متنسوش تعملوا برضه اللايك والشير والسبسكرايب. معلش والله العظيم يعني اقول لك ان تعبان عمال انسى الكلام. ان شاء الله مش هيكون اخر فيديو. سلام.